اهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور كيدز مع يوسف. انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال، والنهارده هنتكلم عن موضوع بيشغل كل بيت: ازاي اربي ابني صح من غير ما اضطر اعاقبه طول الوقت. سؤال بيتكرر من كل اب وكل ام: هو العقاب لازم علشان ابني يسمع الكلام، ولا في طرق تانية تخلي التربيه اكثر نجاحا وفي نفس الوقت تحافظ على علاقتي بابني؟ مبدئيا، يعني ايه تربية ايجابية؟ لما بنقول تربية ايجابية ناس كتير بتفتكر ان معناها اننا نسيب الطفل يعمل اللي هو عايزه من غير اي قواعد، وده غلط تماما. التربية الايجابية في الحقيقة هي اسلوب ذكي بيجمع بين الحب والاهتمام من ناحية والوضوح والحزم من ناحية تانية. يعني ايه؟ يعني الطفل يحس ان في قواعد وحدود واضحة، لكن في نفس الوقت هو عارف انك بتحبه وبتدعمه مهما حصل. مش معنى التربية الإيجابية إننا ندلع الطفل لدرجة إنه ما يتعلمش يتحمل مسؤولية، ولا إننا نعامله بقسوة لدرجة إنه يعيش خايف أو مضغوط. الفكرة الأساسية إن التربية الإيجابية بتعلم الطفل الانضباط الداخلي. يعني الطفل يتعلم يعمل الصح مش علشان خايف من العقوبة أو خايف من الصوت العالي، لكن علشان مقتنع إن ده الصح وده اللي هينفعه. وده فرق ضخم جدا، فرق كبير بين طفل بينفذ أوامرك وهو قلقان وخايف، وطفل تاني بيعمل نفس الحاجة بس وهو فاهم السبب ومقتنع بيها. ده اللي بيخليه يفضل محتفظ بالسلوك الصح ده طول عمره. طب ليه العقاب مش حل؟ كتير من الأهالي أول ما الطفل بيغلط أو يعمل حاجة تيجي في بالهم لازم يتعاقب، يمكن بحرمان، يمكن بصوت عالي، ويمكن للأسف أحيانا بضرب. لكن الحقيقة إن العقاب ممكن يوقف السلوك مؤقتا، أيوة، ولكن ما بيعلمش الطفل الصح. لما الطفل بيتعاقب بشدة غالبا هيتصرف صح علشان خايف مش علشان مقتنع. وهنا بتظهر مشكلة، إن أول ما الخوف ده هيختفي الطفل هيرجع يعمل نفس الغلط تاني. وكمان العقاب الشديد ده ممكن يسيب أثر نفسي سيء يخلي الطفل يحس إنه مش محبوب أو إنه قليل القيمة عند أهله. التربية الإيجابية بتقول بدل ما نركز على العقاب نركز على التوجيه، نعلم الطفل ليه السلوك ده غلط ونوريه السلوك البديل الصح. مثال: لو طفل ضرب اخوه، بدل ما نصرخ ونقول له انت وحش ازاي تعمل كده، نقول له انا فاهم انك متضايق، لكن الضرب مش وسيله. تعال اقول لك ازاي تعبر عن غضبك ده بطريقه تانية. طب يا ترى ايه هي مفاتيح التربيه الايجابيه؟ يعني ازاي نطبق التربيه الايجابيه دي بشكل عملي؟ في شويه مفاتيح اساسيه، لان التربيه الايجابيه مش مجرد كلام نظري، هي اسلوب عملي نقدر نطبقه كل يوم مع اولادنا. أول حاجة التوجيه بدل المنع. الأطفال بطبعهم بيحبوا الاستكشاف، ولما بنفضل نقول طول الوقت لأ بيفقدوا الحماس وبيدخلوا في عناد. الأفضل إننا نوجههم، يعني مثلا بدل ما أقول له ما تجريش في البيت أقول له تعالى نجري في مكان تاني، أو تعالى نمشي بهدوء كده ونشوف الموضوع عامل إزاي. كده الطفل هيسمع مني بديل ويحس إني فاهم احتياجاته للحركة، لكن في نفس الوقت بعلمه السلوك المناسب. في أبحاث من الجمعية الأمريكية لعلم النفس وضحت إن العقاب الجسدي أو حتى الصراخ المستمر، إنك تقعد تزعق على طول، ده مش بيعدل الطفل، ده بالعكس بيزود السلوك العدواني. ولكن التوجيه الإيجابي والكلمة الكويسة بيخلوا الطفل أكثر تعاونا واجتماعية. تاني حاجة الاختيارات المحدودة. الطفل محتاج يحس إن ليه رأي، ده بيخليه يحس بالاستقلالية وفي نفس الوقت بيقلل العناد. يعني مثلا اقول له تحب تلبس التيشيرت الازرق ولا الاحمر، انا كده محدد له اختيارات تناسبني، وفي نفس الوقت هو حاسس انه صاحب القرار. ده بيدي الطفل ثقة في نفسه وبيقلل جملة مش عاوز. تالت حاجة ودي مهمة قوي، التعزيز الايجابي. يعني ايه؟ التربية الإيجابية بتركز على مدح الفعل مش الشخص. يعني بدل ما أقول له أنت شاطر أقول له لا أنا مبسوط إنك رتبت لعبك لوحدك، أو حلو إنك قلت شكرا لصاحبك. الفرق إن الطفل بيتعلم إن السلوك الحلو هو اللي بيخليه مميز، مش مجرد لقب بياخده. ده بيشجعه يكرر السلوك الإيجابي ده عن اقتناع. رابع حاجة الروتين الواضح. الأطفال محتاجين نظام يحسسهم بالأمان. لما يكون في مواعيد ثابتة للنوم، للأكل، المذاكرة، أو حتى اللعب، الطفل بيبقى عارف إيه المتوقع منه، وبالتالي ده بيقلل الخناقات اليومية وبيخلي البيت أكثر هدوءا. الروتين كمان بيخلي الطفل يحس إن حياته مش فوضى، وده بيساعده جدا في بناء شخصية متوازنة. خامس حاجة التعليم بالمثل. احنا قدوة أولادنا من غير ما نحس.
لو عاوز ابنك يحترم الناس لازم يشوفونا احنا كمان بنحترمهم. لو عايزاه يسمع الكلام لازم يشوفك بتلتزم بكلامك. الاطفال مش بيعملوا اللي بنقوله، هم بيعملوا اللي بنعمله، وده يمكن اهم واقوى اداة في التربية الايجابية كلها. خلينا اديكم امثلة من الواقع ومن العيادة تبين ازاي التربية الايجابية بتفرق فعلا. كانت بتشتكي ان ابنها بيكسر لعبه على طول. اول رد فعل كان انها بتعاقبه او تمنعه من اللعب، بس ده ما حلش المشكله. لما جربت تغير الاسلوب وقعدت معاه وورته ازاي يحافظ على اللعبه، واول مره لقت انه لعب بهدوء شكرته قدام اخواته. مع الوقت الولد نفسه ابتدى يفتخر انه بيحافظ على العابه بدل ما يكسرها. طفل تاني كان اول ما يدخل البيت يرمي شنطته في نص الصاله ويرمي هدومه في كل مكان. الاهل كانوا بيتنرفزوا جدا لحد ما قرروا يعملوا قاعده بسيطه: الشنطه مكانها الركن ده والهدوم مكانها الركن ده، وفي كل مره هتلتزم هياخد كلمه شكر او مكافاه. النتيجه ان الموضوع بقى عاده عنده من غير زعيق ولا عقاب. في مره اب جالي بيقول لي ان ابنه بيرد عليه بطريقه مش محترمه، بدل ما يزعق ويعاقبه اخده على جنب وقال له بهدوء: انا بحبك لكن الكلام ده بيجرحني، تعال نجرب نقولها بطريقه الطف. الولد اتفاجئ اصلا ان ابوه اتكلم معاه بالراحه، وحس ان ابوه بيديله قيمه، ومن بعدها بدا ياخد باله من طريقته في الكلام. الفرق هنا ان الطفل حس بالاهتمام والتوجيه مش بالخوف ولا بالاهانه. وهو ده جوهر التربيه الايجابيه، ان الطفل يتعلم يحترم القواعد لانه مقتنع بيها مش لانه مرعوب من العقاب. اللي نقدر نتعلمه من الامثله دي ان التربيه الايجابيه مش محتاجه حاجات معقده، يعني هي مجرد خطوات بسيطه واتساق من الاهل بتعمل فرق ضخم في سلوك الطفل. ومن هنا نقدر نكمل ونشوف ايه الاخطاء اللي ممكن تبوظ التربيه الايجابيه من غير ما ناخد بالنا. رغم ان مفهوم التربيه الايجابيه بسيط وواضح، الا ان في اخطاء شائعه ممكن نقع فيها كأي أسرة وبتفقد الفكرة نفسها قيمتها. أول حاجة الخلط بين الإيجابية والدلع. بعض الأهل بيفتكروا إن الإيجابية معناها إني ما أقولش لأ خالص أو أسيب الطفل يعمل اللي هو عاوزه، وده مش حقيقي. التربية الإيجابية فيها قواعد وحدود واضحة، بس الفرق إن القواعد دي بتتشرح بحب مش بتفرض على الطفل بعنف. اتنين، عدم الثبات. لو النهارده قلت للطفل ممنوع تلعب على التابلت بتاعك او الايباد قبل ما تنام، وبكره اتسهلت معاه علشان هو تعبان مثلا، الرساله دي هتلخبط. التربيه الايجابيه محتاجه وضوح واتساق علشان الطفل يصدق ان القوانين دي ثابته. من الحاجات المهمه برضو التركيز على الكلام بس من غير افعال. يعني ممكن الاب او الام يتكلموا عن الاحترام والهدوء، لكن قدام الطفل بيتخانقوا او بيتعصبوا. الطفل بيتعلم من اللي بيشوفه ده اكتر من اللي بيسمعه. الاعتماد على المديح الزائد، يعني التشجيع مطلوب وكل حاجه، لكن لو الطفل بيتشجع على كل تفصيله صغيره جدا، على الفاضيه وعلى المليانه، يعني هيكبر مستني دايما حد يسقف له ومش هيقدر يعتمد على نفسه. الافضل ان يكون المديح ده على السلوك المهم فعلا. برضو من الحاجات المهمة نسيان التواصل العاطفي. في أهل بيطبقوا القوانين بحزم شديد جدا وبيمدحوا السلوك لكن بينسوا حضن أو كلمة حب. التربية الإيجابية أساسها إن الطفل يحس إنه محبوب طول الوقت حتى وهو بيتحاسب. واللي لازم نفتكره إن التربية الإيجابية مش وصفة سريعة أو سحرية بتجيب نتيجة في يوم وليلة، هي مرحلة طويلة مبنية على الحب والثبات والقدوة. طب يا ترى ايه اللي هيحصل لما نربي اولادنا باسلوب التربيه الايجابيه ده، يعني على مدى سنين مثلا؟ اول حاجه الطفل هيكبر وهو عنده ثقه بنفسه، مش مجرد ثقه سطحيه كده، لكن ثقه حقيقيه مبنيه على تجارب، على انه اتعلم يجرب ويغلط ويتعلم من غلطه. الطفل متعود ان رايه مسموع ومهم، فبيكبر وهو عارف ان رايه وشخصه ليهم قيمه. حتى الدراسات بتأكد ده. في بحث من جامعة هارفارد اتعمل لقى ان الاطفال اللي بيتربوا في بيئة داعمة مليانة حوار وحب كانوا اكثر قدرة على التحكم في مشاعرهم واقل عرضة للاكتئاب او القلق في مرحلة المراهقة. تاني حاجة وتاني فايدة ان الطفل بيتعلم يتحكم في مشاعره ويعبر عنها بطريقة صح. يعني بدل ما يكتم في نفسه او ينفجر، بيتعود يحط مشاعره في كلمات. يقول انا زعلان بدل ما يضرب، او يقول انا متوتر بدل ما يعيط من غير ما يعرف ليه. دي مهارة بتفرق جدا في المدرسة وفي علاقاته مع أصحابه حتى لما يكبر. تالت نقطة احترام القوانين. الفرق هنا ان الطفل مش بيطيع علشان خايف يتعاقب، لكن علشان مقتنع ان القوانين دي بتحميه وبتنظم حياته. يعني لو قلت له حزام الأمان ضروري مش هيشده علشان خايف من العقاب، لا، هو هيشده عشان فاهم الموضوع ده مهم ليه. رابع حاجة ودي الأهم، العلاقة بين الطفل وأهله بتفضل قوية ومبنية على الحب مش على الخوف. الطفل بيبقى عارف انه حتى لو غلط هيفضل لسه
ينسى محبوب، ده بيخليه يلجأ لأهله وقت المشكلة بدل ما يبعد عنهم أو يستخبى. في دراسة أوروبية كبيرة تبعت آلاف الأطفال من سن 3 سنين لحد 12 سنة، لقت إن التربية الإيجابية مش بس بتأثر على السلوك، لكن كمان بتنعكس على النجاح الدراسي وعلاقة الطفل مع زمايله ومع المدرسين. وفي الآخر هو ده الهدف اللي كلنا بندور عليه، إننا نربي أولاد أقوياء واثقين في نفسهم ومتوازنين نفسيا، قادرين يواجهوا تحديات الحياة بطريقة صح، مش أولاد مؤدبين وخلاص بس علشان خايفين. التربية الإيجابية يا جماعة مش سهلة ومش بتحصل في يوم وليلة، دي رحلة فيها صبر وتجارب وفيها أخطاء، لكن كل مرة بنختار نوجه بدل ما نعاقب احنا بنبني خطوة جديدة في شخصية ابننا. كل مرة بنركز على الحب مع الحزم احنا بنقوي العلاقة اللي بيننا وبينه وبنربي انسان افضل. قولوا لي في التعليقات ايه اكتر موقف لقيتوا نفسكم فيه محتاجين تستخدموا اسلوب التربية الايجابية بدل العقاب. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تعالوا نكبر عيلة دكتور كيدز مع يوسف سوا. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم على خير.